أن تكون لاجئاً لا يعني فقط أن تقتلع من بيتك، بل تعاد صياغتك في نظام لا يعترف بانتمائك. اللاجئ الفلسطيني ليس حالة طارئة، بل نتاج بنية متواصلة من النفي والسيطرة، تجرده من الأرض وتختزله في وثيقة أو تعريف قانوني. الجانب القانوني اللي بخلينا نسائل هذا الإنسان شو وضعه بالقانون، مين عم بتعامل معه ومين عم بعطيه الحماية. في هذا المساق نعيد التفكير في المفاهيم كما تمارس لا كما تعرف. نقرأ اللجوء كمنظومة سياسية لا فقط كأزمة إنسانية. نحلل العلاقة بين اللاجئ والدولة المضيفة، حيث تتحول السيادة إلى أداة لضبط الحركة وتحديد الانتماء. ما هي الأساليب التي يحوكم بها الدول العربية اللاجئين الذين يصلوا إلى أراضيها؟ مساق اللجوء الفلسطيني لا يروي القصة كما سمعت، بل يطرح الأسئلة التي فرض الصمت عليها. اللجوء ليس غياباً، إنه حضور معلق في معادلة لا تعترف إلا بالمعرف القانوني. انضم الآن عبر منصة سراج التعليمية لمساق قضايا اللجوء الفلسطيني. سراج، منصة فلسطين للتعليم المفتوح.